ناس كتيرة فاكرة إن ال ADHD مجرد تشتت انتباه، بس الحقيقة إن الموضوع أكبر من مجرد تركيز. أوقات بيبقى الموضوع ليه علاقة بالتنظيم أو إنك تعرف تبدأ الحاجة أصلا، أو تنقل تركيزك من حاجة لحاجة تانية، أو إن دماغك ما بتهداش. وفي فكرة غلط منتشرة إن الشخص اللي عنده ADHD ما بيعرفش يركز خالص، مع إن ساعات العكس بيحصل تماماً. ممكن يقعد ساعات غرقان في حاجة معينة وينسى الوقت والدنيا كلها حواليه. وفي ناس بتسمي ده هايبر فوكس، أو إن الواحد يبقى داخل في الحاجة زيادة عن اللزوم. وبرضو ناس كتير تفتكر إن اللي عنده ADHD كسلان أو مش منظم أو بيسوف كتير، مع إن المشكلة ساعات ما بتبقاش إن الشخص مش عايز يعمل حاجة، قد ما هي إنه مش عارف يبدأ، ومش عارف يمسك إيه الأول ويأجل إيه ويبدأ منين أصلا. وده يخلي حتى الحاجات الصغيرة مرهقة ذهنيا بشكل الناس التانية ممكن ما تستوعبوش. رد على رسالة، مكالمة بسيطة، ترتيب حاجة، أو حتى قرار صغير. وحاجات ناس تانية تعملها بشكل عادي جدا ممكن تاخد من الشخص اللي عنده ADHD مجهود ذهني وطاقة أكبر بكتير. وده أحيانا يخليه يبان إنه مش منظم أو مش بيعرف يدير وقته كويس، مع إنه أصلا بيحاول طول الوقت. وعشان كده ال ADHD أعمق بكتير من مجرد قلة تركيز. أحب أعرف إيه أكتر حاجة بتحس إن هي مرهقة أو صعبة بالنسبة لك في ال ADHD؟